أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام على المنتصف في هذه الساعة الإخبارية المغاربية المستمرة، والتي نتوقف فيها هذا المساء عند إعلان فرنسا استعدادها لتمويل خط كهرباء يربط المغرب بالصحراء الغربية، لنسأل عما إذا كانت باريس تستعد فعلا للاعتراف رسميا بمغربية الصحراء الغربية. شارت الفقرة ثم نبدأ. أهلا بكم ومرحبا مشاهدينا الكرام إلى فقرة وجها لوجه، فيها نتوقف عند إعراب وزير المالية الفرنسي برونو لو مير عن استعداد فرنسا للمشاركة في تمويل خط كهرباء بقدرة 3 جيجاوات يربط مدينة الدار البيضاء المغربية ببلدة الداخلة في الصحراء الغربية المتنازع عليها، مع ضيفي مشاهدينا الكرام مولا من مدينة زرهون المغربية وسط المغرب الدكتور إدريس ليغريني، أستاذ العلاقات الدولية وتحليل الأزمات بجامعة القاضي عياض بمراكش. أهلا بك ومرحبا وشكرا جزيلا لك على تلبية هذه الدعوة دكتور ليغريني. اهلا وسهلا بك وبضيفك الكريم وبالمتابعين المشاهدين الكرام. مرحبا، كل الترحيب. أرحب كما فعلت أنت للتو بضيفي في الجانب المقابل من الجزائر العاصمة الدكتور توفيق بقعدة، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر. دكتور بقعدة أهلا ومرحبا وشكرا جزيلا لك أيضا على تلبية هذه الدعوة. أهلا حكيم ولكل المستمعين ولضيفكم الكريم من المغرب. مرحبا، كل الترحيب بكما. في منتدى أعمال مغربي فرنسي في الرباط قبل أيام، وزير المالية الفرنسي برونو لو مير يقول: أؤكد لكم أننا مستعدون للمشاركة في تمويل هذا المشروع. وعن أي مشروع يتحدث؟ مشروع خط كهرباء يربط مدينة الدار البيضاء المغربية ببلدة الداخلة في الصحراء الغربية. ما تعليقكما على هذا الاستعداد الفرنسي؟ أطرح عليك السؤال أولا دكتور إدريس ليغريني، أستاذ العلاقات الدولية تحليل الأزمات بجامعة القاضي عياض بمراكش. مرحبا من جديد. اهلا وسهلا. طبعا هذا الاعلان حقيقه انه يعكس الانتعاش او عوده الى مجاريها في سياق العلاقات الدوليه الفرنسيه التي شهدت نوعا من الفتور او ازمه صامته خلال الاشهر الاخيره. واعتقد كذلك بان هذا الموقف يمكن ان نفسره بانه تحول كبير في موقف فرنسا كدوله وازنه كدوله عضو داخل مجلس الامن، وايضا بالنظر ايضا للعلاقات المتينه التي تجمع بين الطرفين على اعتبار انه يتعلق بشريك استراتيجي دولي، وبوجود طبعا علاقات اقتصاديه وعلاقات مصلحيه تجمع بين الطرفين. وحتى ابان الازمه اعتقد بان اطراف فرنسيه ونخب كبيره كانت تنبه الى ضروره عدم التفريط في شريك استراتيجي وموثوق به ويتعلق الامر بالمملكه المغربيه، علما بان الموقف الفرنسي في السابق لم يكن موقفا كان موقفا نوعا ما داعما للقضيه، باعتبار انه كان هناك تاكيد على اهميه مشروع الذاتي وعلى الترحيب بهذه المبادره باعتبارها تمثل حلا واقعيا وحلا مهما في هذا السياق. دكتور، سأستسمحك فقط ربما في أن تنزع السماعات اللاسلكية، لأن الصوت فيه نوع من التقطع، حتى نختبر الصوت من دونها إذا كان بالإمكان، وسأعود إليك خلال لحظات حتى أطرح السؤال نفسه على ضيفي من الجزائر العاصمة الدكتور توفيق بقعدة، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر. بالنسبة للبعض دكتور بقعدة، الإعلان كان له وقع المفاجأة. هل كان الأمر كذلك في الجزائر؟ وكيف تقرأ أنت إعلان الوزير الفرنسي أن بلاده مستعدة لتمويل خط كهرباء يربط المغرب بالصحراء الغربية؟ أعتقد بأن تصريح الوزير الفرنسي لا يزال في إطار إعلان النوايا، ولم يتم حسم في هل يمكن لفرنسا أن تقدم على تمويل مثل هكذا مشروع لأسباب متعددة. السبب الأول مرتبط بكذلك القرار محكمة العدل الأوروبية التي حكمت في عديد من المرات بعدم جواز إجراء عقود أو إقامة عقود مع المملكة المغربية في المناطق المتنازع عنها بين المغرب وجبهة البوليزاريو. السبب الثاني بتقديري أن فرنسا تعي جيدا بأن أي محاولة لها في أن تتجه إلى الصحراء الغربية سوف يكون ذلك توترا جديدا في علاقتها مع الجزائر، وهي التي حاولت في عديد من المرات خلال السنوات الماضية إلى البحث عن عودة الدفء في علاقتها مع الجزائر. ولاحظنا منذ زيارة الرئيس الفرنسي إلى الجزائر وكذلك تطلعها إلى زيارة الرئيس الجزائري
إلى فرنسا نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر من السنة الجارية. بالتالي لا أعتقد بأن الفرنسيون سوف يغامرون بعلاقتهم مع الجزائر من أجل مشروع اقتصادي، خاصة وأن فرنسا تحاول في الفترة الأخيرة البحث عن علاقة متوازنة بين دولتي المغرب والجزائر. علاوة على ذلك فأعتقد بأن الفرنسيون مدركون جيدا بأن أي نوع من هذه الاستثمارات سوف يكون نهاية لعلاقتها مع الجزائر أو دخول في أزمة أخرى. حاولت وسعت الدبلوماسية جهدها في المرة الماضية من أجل تجاوزها. إذن إعلان الوزير الفرنسي إذا كان ضيفي في الجانب المقابل لم يستمع هو إعلان نوايا، الأمر مرتبط بقرار المحكمة الأوروبية سيكون سبب في توتر ربما بالتأكيد مع الجزائر، ولا يعتقد بأن فرنسا ستغامر بذلك. فقط أضيف حتى أتحدث عن المدعية العامة لمحكمة العدل الدولية وما كانت توصلت إليه وصرحت به، أنه بموجب القانون الدولي العام يجوز للدولة القائمة بالإدارة في ظروف معينة إبرام اتفاق دولي نيابة عن إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي مثل الصحراء. أعود إلى ضيفي في الجانب المقابل الدكتور إدريس القريني، أستاذ العلاقات الدولية وتحليل الأزمات بجامعة القاضي عياض بمراكش. استمعت إلى ما ذهب إليه ضيفي، يمكن أن تعقب على ما قاله، ولكن هذا التعاون الاقتصادي الذي يصل اليوم إلى حدود الداخلة، هل يعني من وجهة نظرك أن فرنسا تعترف ضمنا بمغربية الصحراء الغربية وأنها تستعد فعلا للاعتراف رسميا بذلك؟ ما رأيكم؟ أولا إذا أخذنا بعين الاعتبار هذا الموقف كما قلت الذي هو موقف لدولة وازنة ولها حضورها على المستوى الدولي وأيضا عضو داخل مجلس الأمن، أعتقد بأنه تحول كبير، خصوصا وأنه يأتي كما قلت في سياق تطور العلاقات التي شهدت يعني نوع من الفتور في الآونة الأخيرة. وأنا أعتقد بأن الأمر هو مقدمة لموقف قد يكون فرنسا من دائرة الظل أو الدائرة الرمادية نوعا ما، رغم كما قلت أن موقفها إيجابي من مشروع الحكم الذاتي. وهذا الموقف لا أعتقد بأن فرنسا تأخذه في حقيقة، أن فرنسا ظلت لسنوات تأخذ بعين الاعتبار توازن علاقتها بين المغرب والجزائر أو محاولة إرضاء الجانبين، ولكن أعتقد بأن يعني إذا استحضرنا هذه الخطوة أعتقد بأن فرنسا واعية بما تقدم عليه وواعية طبعا بمصالحها، وبالتالي في العلاقات الدولية دائما السلوكات يعني لا تقاس ببعض الحسابات الضيقة. الأمر يتعلق بقرار استراتيجي، خصوصا وأن الأمر لا يتعلق فقط بفرنسا، هناك الولايات المتحدة الأمريكية، هناك دول كبرى، دول عربية أيضا أقامت يعني قنصليات لها في الأقاليم الجنوبية وعبرت عن انخراطها في القيام بمشاريع تنموية في هذه الأقاليم التي قررت مجلس الأمن تشير إلى الاستقرار الذي تعيشه. وأيضا ربما فرنسا استوعبت رسالة المغرب أيضا فيما يتعلق بالمشروع الأطلسي الذي أطلقه المغرب في الآونة الأخيرة، والذي طبعا يحمل دلالات يعني مهمة جدا بالنسبة للمنطقة ككل. يعني أتحدث هنا عن يعني لا بالنسبة للأقاليم الأفريقية أو حتى بالنسبة لبعض البلدان الأوروبية التي يمكن أن تستفيد طبعا من الدينامية المنتظرة أن الدينامية التنموية التي يمكن أن تقوم في هذه المنطقة. طيب، وأشير أيضا بأني كنت أتحدث عن المدعية العامة لمحكمة العدل الأوروبية، كانت أوصت إلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والتعاون الزراعي بين الرباط وبروكسل. حتى أعود إلى ضيفي في الجزائر العاصمة دكتور توفيق بوقعدة، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر. أصوات كثيرة حتى في صفوف ساسة فرنسا ودبلوماسيها باتت تتعالى، باتت تقول أن الاعتراف الفرنسي لازم، واجب، تأخر كثيرا وآت لا محالة، كما حتى ذهب إلى ذلك ضيفي. والمسألة مسألة وقت لا غير. حتى وزير الخارجية الفرنسي سيجورني قالها صراحة خلال زيارته إلى المغرب: حان الوقت للتقدم وسأحرص على ذلك شخصيا. ألا تعتقد أن فرنسا فعلا ماضية في مرحلة لاحقة للاعتراف بمغربية الصحراء الغربية؟ وضيفي يقول أن الأمر مقدمة فقط، ستخرج بعدها فرنسا من دائرة الظل. نعم، الجميع يعلم بأن فرنسا كانت من الداعمين للمغرب فيما يتعلق بخيارها بما يتعلق بالحكم الذاتي، لكن فرنسا كذلك من العديد من تصريحات لمسؤولين ووزراء خارجية وحتى لممثليها في الأمم المتحدة دائما ما تتحدث عن حل القضية في إطار
الأمم المتحدة والشرعية الأممية. وبالتالي فهذا التلاعب بفرنسا بالمصطلحات والمفاهيم دائما ما كانت تحاول سواء الاقتراب من الجزائر أو الاقتراب من المغرب، وبالتالي تحاول أن تتبنى خطابا بما يتوائم والمكان الذي توجد فيها هو الخطاب الموجه لهذه الدولة. بالتالي فرنسا في اعتقادي أنها لا يمكنها أن تغامر بمثل هكذا قرارات، لأنها تدرك بأن الجزائر لن تكون متسامحة في مثل هكذا قرارات. النموذج الإسباني على الرغم من المفارقة أو الخلاف في حجم وطبيعة العلاقات الجزائرية الإسبانية والجزائرية الفرنسية، ورأينا ما حدث لفرنسا وحالة العقاب الذي أقامته الجزائر على إسبانيا، وحالة القطيعة التي لا زالت مستمرة إلى حد الآن رغم المحاولات الحديثة لإسبانيا حتى من خلال تعديل بعض مواقفها وتصريحات فيما جاء في تصريحات ممثلة في الأمم المتحدة وغيرها. بالتالي فاعتقادي أن فرنسا تدرك جيدا بأن التوازن في علاقتها مع الجزائر والمغرب هو توازن صعب، وبالتالي تحاول أن تستمر في التلاعب بالمصطلحات، إنه لا يمكن أن تحدث تقاربا مع المغرب على حساب الجزائر أو تقاربا مع الجزائر على حساب المغرب، لأن كلتا الدولتين لهما أهميتهما الاستراتيجية في السياسة الخارجية الفرنسية. وفي تصوري وقراءتي لتصريحات وزير الاقتصاد الفرنسي هو محاولة تطبيع علاقتها مع المغرب من خلال المدخل الاقتصادي، وتدرك جيدا بأن هناك فرص للشركات الفرنسية المغرب، وخاصة ما يتعلق بالتحضير لكأس العالم. بالتالي فأعتقد بأن ما قام به وزير الاقتصاد هو بيع للكلام أو بيع الوهم بالنسبة للمغاربة، وأن فرنسا لا زالت بعيدة ولا يمكنها أن تغامر في المرحلة اللاحقة، خاصة مع التحولات الاستراتيجية الحاصلة في منطقة الساحل وتعويلها كبير في التعاون الأمني على الجزائر بخلاف المغرب. طيب، بيع للوهم إذن وتلاعب بالمصطلحات والمفاهيم. أعود إليك ضيفي دكتور إدريس القريني من مدينة زرهونة المغربية. رغم تطور لهجة الخطاب دكتور القريني لصالح المغرب في الآونة الأخيرة، تصريحات سيجورني وزير الخارجية الفرنسي أصابت كثيرين في المغرب بالخيبة، لأنهم كانوا ينتظرون منه ربما الذهاب إلى أبعد من تجديد دعم فرنسا لمقترح الحكم الذاتي المغربي، خاصة أيضا أنه أشار إلى مرجعية الأمم المتحدة، وعليه يقول البعض إن ذلك يدلل على أن الموقف الفرنسي الحالي ثابت ولن يتزعزع، وأن التقارب الحالي هو نتاج ربما حاجة فرنسا. ضيف تحدث عن الجانب الاقتصادي، تحدث أيضا عن الجانب الأمني، نتاج حاجة فرنسا لمساعدة أمنية من المغرب في تأمين أولمبياد باريس 2024. كيف ترقب أنت هذا الطرح؟ أولا يبدو أن الأطراف الأوروبية وخصوصا دول الجوار كإسبانيا وفرنسا يعني قد نوعا ما تعبت من حالة الانتظار أن يكون هناك موقف إيجابي، وخصوصا من الجارة الجزائر، على اعتبار أن الجارة الجزائر التي ما زالت تصر على أنها غير معنية بالنزاع، طبعا يبدو أنها وخصوصا وقد اختارت منطقة القطيعة واختارت حقيقة يعني بغض النظر عن المبررات التي تسوقها في هذا السياق، ولكن أعتقد بأن الأمر يمثل بالنسبة للدول الأوروبية وخصوصا إسبانيا وفرنسا يعني حالة نوعا ما قد تعمق الصراع في المنطقة، وربما قد تفضي إلى حالة من لا استقرار في المنطقة، وقد تتهدد حتى مصالحها. ولذلك باتت الدول الأوروبية، ولاحظنا ذلك خصوصا الموقف الإسباني فيما سبق، واليوم يعني نحن أمام مؤشرات تبرز كذلك على أن فرنسا ماضية. أنا أعتقد بأن فرنسا ماضية. الأمر لا يتعلق بموقف يعني عابر أو يتعلق بموقف يعني مبني على رد فعل، ولكن أعتقد بأن الأمر لأن فرنسا دولة ديمقراطية لها مؤسسات وكما قلت تعي مصالحها الاستراتيجية، فبكل تأكيد أن خصوصا وأنه الآن حتى يعني بعض التوجهات نحو إقبال الاتحاد المغاربي ونحو يعني قطع كل العلاقات وكل مجالات التواصل بين الطرف الجزائري والمغربي، يعني حتى العلاقات الاجتماعية الآن مع الأسف أصبحنا نرى على أنها تعرف، وخصوصا مع شبكات التواصل الاجتماعي ومع تحويل المناسبات الرياضية إلى يعني عوض أن تكون فرصا للتسامح ورفع شعار خاوة أصبحت منصات للمقارعة ومنصات لزرع الحقد. طبعا نحن أمام وضع لا أعتقد بأن الدول الأوروبيين يراقبونه بارتياح،
وبالتالي فحان الوقت لاتخاذ قرارات ربما قد تخرج هذه الدول من دائرة الحياد الذي قد يكلف مصالحها. أتحدث هنا بمنطق المصالح ومنطق طبعا واقع الجوار، لأن في آخر المطاف فرنسا وإسبانيا لها مصالح كبيرة مع المغرب، لها كذلك مصالح مع الجزائر، ولكن تبقى في آخر المطاف هي بحاجة إلى اتخاذ موقف يعني يضمن مصالحها بالمفهوم الاستراتيجي والمفهوم الاستشرافي. تقول فرنسا ماضية في هذا السياق، الاعتراف بمغربية الصحراء الغربية. هل يحسب الأمر بالأشهر؟ هل يحسب بسنوات؟ بكم من الوقت تقدر ذلك دكتور ليغريني، قبل أن نعود إلى ضيفي من الجزائر العاصمة؟ طبعا يعني هذا التحول فيما يتعلق يعني وكانت كما قلت هناك دينامية في الآونة الأخيرة. يعني دائما كباحثين لا نقوم بالاستشراف بناء على قراءات يعني من قبيل التنجيم، ولكن بناء على مؤشرات. هناك تطور. المغرب لا ننسى انه في الآونة الأخيرة او في السنوات الأخيرة طبعا دعا المانيا ودعا فرنسا خلال الازمات التي مرت مع المغرب، بين المغرب والمانيا والمغرب واسبانيا في فترات من الفترات، ربما حتى مع فرنسا، الى ارساء متوازنه وشراكه مدى قريب ام متوسط، هذا قصدي، وليست انتقائيه. وبالتالي الموقف الفرنسي ربما فيه قراءه لما يدعو الى المغرب من ارساء شراكه متوازنه، شراكه تاخذ بعين الاعتبار المصالح السياسيه كما الاقتصاديه، وبالتالي اتوقع ان الامر سيكون قريبا وليس متوسط او بعيد المدى. طيب اعود اليك حتى يتفاعل معك دكتور توفيق بوقعده، استاذ العلوم السياسيه والعلاقات الدوليه بجامعه الجزائر. هذه الخطوات التي تخطوها فرنسا اليوم مع المغرب في ملف الصحراء الغربيه، دكتور بوقعده، أليس من شأنها فعلا أن تحدث ديناميكية مغاربية إفريقية أيضا أوروبية ودولية لحسم هذا النزاع لصالح المغرب من وجهة نظرك؟ في اعتقادي أن القول بأن فرنسا سوف تخطو خطوات من أجل الاعتراف بمغربية الصحراء الغربية هذا أعتقد بعيدا عن الحقائق التي عاشتها العلاقات الفرنسية المغربية منذ ديسمبر سنة 2020، وعندما رفعت المغرب شعار من ليس معنا في هذا الموقف فهو ضدنا. ولكن فرنسا ظلت على موقفها السابق، وأنها تريد حلا كما تقول في الأمم المتحدة، تريد حلا في إطار الأمم المتحدة وإجراء الاستفتاء، وتقوم بدعم كذلك المونرسو فيما يتعلق بإجراء الاستفتاء. بالتالي فرنسا دائما ما تحاول من خلال كما قلت سابقا أن توازن في مواقفها حتى تحافظ على مصالحها، وهذا يجب أن يدركه الطرفين سواء الجزائري أو المغربي. إلى متى هذه المحاولة للمشي على الحبل دكتور بوقعده؟ نعم، أعتقد بأن هذه فرصة، في اعتقادي أنها فرصة لفرنسا ولجميع الدول الفاعلة في الأمم المتحدة بإخراج هذا الملف المنسي ووضعه مجددا على طاولة المفاوضات والبحث عن حلول كما أقرته قرارات مجلس الأمن وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ولا زال الملف الصحراء الغربية يطرح كل سنة على اللجنة الرابعة في الأمم المتحدة، ولأن هذا أن هذا الملف لا يؤثر على الأمن الأوروبي ولا يشكل وجع راس بالنسبة للأوروبيين، فهم يحاولون دائما وضعه من الملفات المنسية. لكن في تقديري أن التطورات الحاصلة في العلاقة بين الجزائر والمغرب وكذلك التطورات الحاصلة في منطقة الساحل قد يدفع في إعادة إحياء ومعالجة هذا الملف على مستوى الأمم المتحدة. وفرنسا باعتبارها عضوا دائم في الأمم المتحدة في مجلس الأمن عليها أن تدفع من أجل إقرار حلا أمميا وفق الاستفتاء التي أرسته أو دعت إليه، وتم الاتفاق بين جبهة البوليزاري والمغرب على المضي إليه قبل أن تتراجع المغرب عن هذا الخيار. واختم معك، مع أنني كنت قد بدأت معك من مدينة زرغون المغربية، دكتور دريس ليغريني، كلمة الختام وما صدقية الطرح الذي يقول أن موقف فرنسا من الصحراء الغربية لن يتضح بشكل جلي إلا بعد الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي إلى المغرب والزيارة المرتقبة أيضا للرئيس الجزائري إلى فرنسا. أختم بذلك معك باختصار لو سمحت.
أعتقد بأن فرنسا ماضية في الاعتراف، والأمر سيكون إيجابيا بالنسبة للقضية بالنظر إلى أن فرنسا عضو دائم في مجلس الأمن، وخصوصا وأن الموقف الفرنسي له ما يبرر هناك قرارات مجلس الأمن طبعا تدعم أو تؤكد على جدية الطرح المغربي، وكذلك العالم اليوم بات مقتنعا بمتاهات الانفصال وخطورة الانفصال. طبعا ما جرى في إقليم كاتالونيا، ما جرى في كردستان، العالم لم يؤيد هذه التوجهات، والعالم كذلك بات مقتنعا بأن بؤر التوتر في العالم يعني يمكنها أن تهدد السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي. والمغرب طبعا بطرحه لمشروع الحكم الذاتي الذي يوازن ما بين خياري الانفصال وخيار الاستقلال، طبعا هذا أو خيار السيادة عفوا والوحدة، هو نوعا ما قدم يعني مبادرة إيجابية في هذا الخصوص، في حين أن الطرف الآخر، وهذا ربما ما يعطي مبررا لفرنسا وإسبانيا من قبلها، أن الطرف الآخر ما زال متشبتا، لم يتراجع، ما زال متشبتا. زيارة ماكرون هل تكون حاسمة من وجهة نظرك في هذا السياق؟ زيارة الرئيس الفرنسي هل تكون حاسمة في هذا السياق؟ وأختم باختصار شديد لو سمحت، انتهى الوقت. بكل تأكيد أن زيارة الرئيس الفرنسي حقيقة لا يمكن أن أقول لك طبيعة الموقف، ولكن سيكون موقفا إيجابيا أشكر. قد يخرج الدور الفرنسي من دائرة الضبابية إلى دائرة الوضوح. دكتور بقعدة، استسمحك، زيارة الرئيس الجزائري المرتقبة إلى فرنسا كيف ترقب إليها في خضم ما ذهبنا إليه باختصار أيضا؟ أعتقد بأن لن تكون هناك زيارة إذا لمست الجزائر أن هناك مؤشرات فعلية في اتجاه فرنسا، سواء بالاعتراف بمغربية الصحراء الغربية أو حتى بالقيام باستثمارات في المناطق الصحراوية المتنازع عليها في المنطقة. أشكر. وبالتالي أعتقد بأن هذا أمر حاسم بالنسبة للجزائر. كل الشكر جزيل لكما من مدينة زرهون المغربية. دكتور دريس القريني، أستاذ العلاقات الدولية وتحليل الأزمات بجامعة القاضي عياض بمراكش، شكرا جزيلا لك. وكل الشكر جزيل لك أيضا من الجزائر العاصمة دكتور توفيق بقعدة، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر، شكرا جزيلا لك. كنتما معنا في فقرة وجها لوجه. في باقي أخبارنا المغاربية الآن مشاهدينا الكرام، نبقى مع المغرب حيث يمثلها التطور المعماري شهادة على تاريخ الأمة الغني وتنوعها الثقافي وإبداعها، في بلد يلتقي فيه القديم بالحديث ويلتقي فيه الشرق بالغرب، ويحكي فيه كل مبنى قصة التقاليد والتكيف والتقدم. كل ذلك مع طارق عرار. في قلب المغرب يكمن نسيج من العجائب المعمارية الذي يعكس قرونا من التاريخ والتقاليد والثقافة الممزوجة بمتطلبات الحداثة. في مدينة الرباط التاريخية التراث المعماري المغربي حاضر بقوة في الأزقة الضيقة للمدينة القديمة. لقد عرف المغرب بفضل موقعه الاستراتيجي العديد من الحضارات مثل الحضارة الرومانية والحضارة العربية الإسلامية والحضارة الإسبانية. كل هذه الحضارات تركت في المغرب آثارا ومبان ومنشآت مثيرة جدا للاهتمام كالمدينة القديمة المكونة من آثار ومنازل تقليدية. العديد من المباني الحديثة في الرباط مستوحاة من ماضي المغرب، مثل متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر الذي افتتح في عام 2014، فهو يعتمد في تصميمه على العمارة الإسلامية التقليدية مع التأثير الاستعماري الفرنسي والإسباني. هذا الدمج بين الأساليب هو ما يجعل العمارة المغربية فريدة من نوعها. في السنوات الأخيرة زاد تركيز المهندسين المعماريين على استخدام الهندسة المعمارية المستدامة الصديقة للبيئة، مثل تقنيات التبريد الطبيعية وأساليب تقليدية أخرى. ربما يمكننا أن نستمد الإلهام من الهندسة المعمارية المغربية التقليدية والخبرة المغربية العريقة في هذا المجال للحصول على المزيد من الكفاءة في استخدام الطاقة. فنأخذ على سبيل المثال عرض الجدران واستخدام التربة المضغوطة والارتفاع الكافي للأسقف واستخدام الأسقف الخشبية وما إلى ذلك. ومع استمرار المغرب في التطور والنمو، يبقى الأسلوب المعماري عبارة عن رحلة من التقاليد والابتكار والاستدامة. ختام هذه الساعة الإخبارية المغربية مشاهدينا الكرام، شكرا جزيلا على المتابعة وإلى اللقاء.